في زمن تداخلت فيه الأصوات وتباينت فيه القيم وتلونت المبادئ حسب الأهواء والمصالح، بات من النادر أن ترى إنسانا يزن أفعاله بميزان الحلال والحرام، لا بميزان المصلحة أو المكسب أو الشهرة أو رضا الناس. ولعلك وأنت تمضي في طريقك بالحياة تتعثر كثيرا وتسأل نفسك أحيانا: هل أنا على صواب؟ لماذا لا أساير الواقع؟ لماذا أتعب نفسي بكل هذا الصراع؟ لكن إن كنت ما تزال في لحظة اختيار أو ساعة اضطراب أو وقت إغراء تقف لتسأل نفسك: هل هذا حلال أم حرام؟ فاطمئن، فأنت لا تزال في خير كبير، بل في نعمة عظيمة لم تنزع من قلبك بعد. وهنا يكمن الفرق. أن تسأل عن الحلال والحرام ليس ضعفا بل قوة، وليس تعقيدا بل وعي ومسؤولية. كيف أصبح سؤال الحلال والحرام غريبا في عصر يروج فيه للشهرة بأي ثمن، ويدعى الناس إلى عيش حياتك بالطول والعرض؟ صار من يسأل عن الحلال والحرام ينظر إليه كالمتخلف أو كمن يقيد نفسه بقيود غير ضرورية. لكن الحقيقة الصادمة هي أن القيم لم تتغير، بل الناس هم الذين غيروا بوصلتهم. تأمل من حولك، كم من شخص قرر إنهاء زواجه لا لأن الزواج حرام، بل لأن الطلاق صار ترند؟ كم من فتاة تركت حجابها لأن الحلال والحرام اختفيا من معايير قرارها وبات المقياس هو عدد اللايكات؟ كم من شاب دخل في علاقة محرمة لا لأنه لا يعلم الحكم، بل لأنه لم يعد يسأل أصلا؟ ووسط كل هذا الضجيج تقف أنت تسأل نفسك: هل يرضى الله عن هذا الفعل؟ فثق أنك في مقام عظيم ولو لم يشعر بك أحد. ليس الأمر عن الدين فقط، بل عن كرامتك الإنسانية. حين تختار الحلال فأنت لا تختار فقط ما يرضي الله، بل تختار ما يرضي فطرتك ويعلي قدرك ويحميك من الانحدار. الحلال لا يسرق منك قيمتك بل يعيد إليك هيبتك، والحرام ليس فقط فعلا يغضب الله، بل يفقدك احترامك لذاتك ويمزق علاقتك بالآخرين ويفتح أبوابا من الألم والندم لا تغلق بسهولة. إن من أعظم صور الرحمة في الإسلام أن الله لم يتركنا في الحياة سدى، بل بين لنا الحلال والحرام وجعل لنا طريقا واضحا لا شبه فيه لمن أراد أن يسير. صراع داخلي؟ نعم، لكنه صراع النبلاء. قد تقول: لكنني أصارع نفسي كثيرا وأشعر بالضيق من كثرة التفكير والتردد. نعم، الصراع حقيقي وهو مؤلم، لكن أي ألم هذا؟ إنه ألم الشرفاء، ألم المجاهدين في سبيل الله في داخل أنفسهم. إذن وجود هذا الصراع وهذه الحساسية تجاه الخطأ هو في حد ذاته علامة حياة. أما الخطر الحقيقي حين تفعل الخطأ دون أي تردد، حين تذنب وتضحك، فوقتها فقط تكون في خطر حقيقي. حين تنقذك نيتك من الوقوع. في كثير من الأحيان لا يمنعك من الوقوع في الحرام إلا هذا السؤال البسيط: هل هذا حلال أم حرام؟ وقد تفاجأ أن مجرد سؤال كهذا يكون هو الفاصل بينك وبين الانهيار. قد تكون على وشك أن ترد على رسالة لا تليق، أو تقبل وظيفة بأموال مشبوهة، أو تغتاب أحدهم في لحظة حماس، لكن فجأة كأن شيئا ما يصفع قلبك: استنى، هو ده حلال؟ وتمتنع وتنسحب وتنقذ. فالحمد لله أن ما زال في قلبك هذا النداء: لا أحد يراك لكن الله يراك. قد يكون صعبا أن تكون الوحيد في وسطك الذي يسأل عن الحلال والحرام. أنت الوحيد اللي يرفض الرشوة، أو التي ترفض التبرج في وسط يشجع عليه، أو من يترك السهرة لأنها لا ترضي الله. لكن تذكر دائما: الناس يرون الظاهر، والله يرى النية والجهد والتعب والمقاومة. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. من يطلب رضا الله فلن يخيبه أبدا. ربما تفقد فرصة أو علاقة أو شهرة أو مالنا لأنك اخترت الحلال ورفضت الحرام، لكن ثق أن الله الذي خلقك لن يتركك خاسرا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج ليس فقط من الهم، بل من الحيرة، من الضياع، من التشتت. والرزق ليس فقط مالا، بل طمأنينة ونور في القلب وبركة في الوقت وسعادة في النفس. لا تطفئ هذا النور في قلبك. هذا النور
الذي يجعلك تتوقف وتسأل: هل هذا حلال أم حرام؟ لا تطفئه بالمجاراة أو التنازل أو الاستخفاف، لأنك حين تتنازل مرة قد تتنازل 10، وحين تسكت صوت الفطرة داخلك ستأتي لحظة لن تسمع فيها أي نداء. في النهاية لا تقارن نفسك بمن باعوا ضمائرهم أو جعلوا كل شيء مباحا، بل قارن نفسك بنفسك. هل كنت بالأمس أقوى؟ هل ما زلت أتمسك؟ هل لا يزال صوت الحلال والحرام حيا في داخلي؟ إن كان الجواب نعم، فأنت بخير، وفي خير، وعلى خير.